السلام عليكم، كيراكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. كما وعدتكم قلت لكم غادي نحط لكم معسلات في رمضان 2025. المعسلات اللي خدمتهم انا. قلت نشاركها معكم، ولكن تعطلت عليكم شويه لظروف صحيه. ودرك راني غادي نحط لكم الفيديوهات، ونتمنى تفاعلوا مع الفيديوهات، تشوفوهم للاخير وما تنساوش لي لايك وجيم و... وتبارطاجيوهم على الاهل والاصدقاء. هاد الحلوى اللي هي المخدات او كل واحد كيسميهم، درتهم انا باللوز والقرقاع. كيجيو غزالين بزاف بزاف وزوينين لواحد الدرجه ما تصوروش، تاكلوا ما كتشبعوش منهم. نمشيو نشوفوا الطريقه والمقادير مع بعض. هنا عندي العقده نتاع اللوز هي اللي كنديرها في الكعبه، يعني مطحونه. اللوز كنفسخو وكنخليه ينشف وكنطحنو، كنزيد معاه السكر وكنطحنو و... وزدت هنا زدت مع اللوز القرقاع مهرمش. القرقاع ما طحنتوش مزيان، غير رمشتو وخلطته مع ديك العقده مع واحد معلقه صغيره نتاع الزبده، شويه الماء زهر، وكنجمع العقده نتاعي. وهنا عندي القرقاع للتزيين، يعني ضروري ما يكون القرقاع وتكون الورقه. هاد المخدات صدقوني كيجيو زوينين بزاف بزاف. هنا غادي العقده كنديروها نحلوها على البلون دو طرافاي، واحد السلوفان ولا بلاستيك هكا. ما ديروهاش رقيقه، خصها تكون شويه غليظه باش تجي ديك المخده شويه عامره، ما يجيش فيها غير الورقه. وهكذا راني نحاول باش نجمعها باش تجي ما تجينيش خاويه، يعني يجيو داك المربع اللي غادي نديرو كيجي شويه عامر. نحاول نعدلها. هذا الفيديو كنت نحط لكم في الاول تاع رمضان، ولكن الظروف ما قدرتش نحط، يعني كاع لا نخدم ولا نحط يعني الفيديوهات اللي كنت موجده. حاولوا تعدلوها على مستطيل او مربع باش ملي غادي تقطعوها غادي يجيوكم هادوك هما. انا كنت راسيت ودرك راني غادي نقطع باش نجيب مربعات. هادوك هما. تقدروا تزيدوا معها شويه القرفه ولا شويه لافاني، يعني على حسب الذوق نتاعكم. انا درتهم هكذا مربعات، وكل واحد كيسميهم يعني. انا راكم تشوفوهم هنا راهم شويه رقاق، ولكن غادي نحاول نزيد نجمعهم شويه. وهنا الورقه نتاعي كنديرها مربعات كبار، وكندير مربعات صغيرين على حسب داك السمك تاع داك العقده اللي درت، على حسب المربع. كندهن ديك الورقه بالزيت، وكنحط عليها ديك الورقه الصغيره اللي قطعتها على حسب داك المربع اللي غادي نخدم به. صافي وغادي هنا غادي نخدم المخدات نتاعي بهذه الطريقه. ما يحتاج تلصقوهم لا بيض لا دقيق لا والو، غير هما غادي يشدوا راسهم. كردو جناب هكا بحال اللي شي مسمنه، بحال اللي كنخدموا المسمن. بهذه الطريقه وغادي نقلبوها هكذا وديك القرقاع هو اللي غادي نديروه في بياض البيض ونحطوه الفوق باش نثبتوها باش تبقى لاصقه بهذه الطريقه. صدقوني هاد المخدات كيجيو زوينين بزاف بزاف. غادي راه الزيت كندهن بها، وكنحط عليها الورقه الصغيره، يعني على حسب اللي درتها على قياس الحشوه. بغيتو ديروهم غير باللوز ديروهم، وممكن ديروهم حتى بالقوقاو كيجيو زوينين بزاف بزاف. يعني اي حاجه عندك في الدار تقدري ديريها بها، ماشي شرط انك ديري القرقاع واللوز او لا غير القرقاع، يعني حتى لو بغيتو ديروهم غير بالقرقاع بوحدو ديروهم. بهذه الطريقه انا كندير مجموعه هكا، ومن بعد عاد نطويها بواحد الجهه ونعاود نطويها بالجهه الثانيه.
كندهن شويه بالزيت وكنجمع. وهكذا كاملين حتى نكمل الكونتيتي اللي خدمتها. هما ساهلين لا في الخدمه نتاعهم، وماشي يعني ما كيكلفوكش الوقت بزاف. في ساعه كتخدموهم وكنديروهم كيطيبوا في الفران، كيطيبوا مجموعين و... ومن بعد تعسلوهم وصافي. هادو هما راهم مزوقين راسهم هما، يعني بلا ما تزيدوا تزوقوهم شي حاجه اخرى. بغيتو تزيدوا، انا كاين اللي درتهم في الكنافه تاني يعني شكل كيعطيك واحد الشكل زوين، وحتى مع الكنافه كيعطيك واحد المذاق زوين. حتى هي في كلتا الحالتين زوينين، يعني كيجيو بنان. ولكن يعني للزياده، يعني انا قلت نسيها في الكنافه ونشوف سيتها وجات زوينه، قلت يعني نقولها لكم. اللي بغى يديرها فيها يديرها. هنا بعد ما عمرت هاد الصينيه نتاعي غادي ندخلها الفران الطيب. ما خصهاش تحمر بزاف، يعني خصها تجي غير تشوفوا ديك الورقه صافي ولا شويه تاع اللون تاعها وردي صافي، وتحيدوها. هي حيدتها دركي بالفران، وراني كندير عليها العسل بهذه الطريقه، ونخليها في العسل تعسل مزيان، عاد نحيدها بالعسل. وهنا غادي نعسلهم بهذه الطريقه، ولا بغيتو ديروهم في شي اناء او ديروا عليهم العسل ثاني هكذاك صافي. بعد ما تعسلوا كنحيدهم يكثروا بالعسل، وكنديرهم هكا في الكويغطات. بغيتو تخليهم هكا تخليوهم، بغيتو ثاني تفندوهم في الكنافه ثاني كيكون شكل زوين، وتكون مذاق اخر كيزيد واحد الكنافه كتزيد له واحد المذاق. بهذه الطريقه راكم كتشوفوهم كما راني دايره لهم، دايره اللي في الكنافه ودايره اللي عاديين. ونتمنى تجربوا الوصفه وتشوفوا الوصفه للاخر وانا متاكده غادي تعجبكم بزاف لانها وصفه سهله وخفيفه كما كيقولوا، كتخدموها بسهوله وما كتاخذش الوقت في الطياب. كتدخلوها الفرن كطيب مره واحده. وهذه هي الكنافه، هذه هي المخدات نتاعي ها هما طابو، كيجيو مقرمشين وزوينين. وما تنساوش تجربوهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى فيديو لاحق إن شاء الله. ورمضان كريم وعشر مبروكة دخل عليكم يا ربي باش تمنيتوا. وما تنساوش لي لايك وشوفوا الفيديو الأخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.